حصاد الأسبوع من الفراتين. أهلا بكم، معكم رويدة العربي. والبداية: يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمدنيين وقصفه المستمر للمستشفيات. هذا وقد قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: النازحون والجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي مهددون جراء إطلاق النار الكثيف من قبل جيش الاحتلال. هذا وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 50% من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال، و40,000 وحدة سكنية في غزة هدمت كليا، والقيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية تبلغ مليار دولار. في قمة عربية إسلامية مشتركة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، ونؤكد رفضنا القاطع للعدوان على غزة، ويجب فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا، والحل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة إنهاء الاحتلال والاستيطان والحصار. إننا نمر بكارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي. الرئيس الفلسطيني: نحمل إسرائيل ومن يساندها مسؤولية الجرائم ضد شعبنا، وسنلاحقها أمام المحافل الدولية. أمير قطر: ندين استهداف المدارس والمستشفيات بذرائع واهية، ونطالب بتحقيق دولي. ولي العهد الكويتي: ندعو مجلس الأمن إلى ممارسة دوره وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإيصال المساعدات ومنع التهجير. الرئيس الإيراني: المقاطعة التجارية لإسرائيل وخاصة على مستوى الطاقة يجب أن تكون أولوية. ومن الأخبار السياسية ننتقل إلى الأخبار الرياضية، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. أعلن الاتحاد العراقي جاهزية ملعب جذع النخلة استعدادا للقاء المرتقب بين منتخبنا الوطني ونظيره الإندونيسي في تصفيات كأس العالم لعام 2026. وفي دوري نجوم العراق، من أجمل المباريات في دورنا شهد ديربي الفرات الأوسط بين النجف وكربلاء حضور جماهيري غير مسبوق، حيث امتلأت مدرجات ملعب النجف الدولي لمشاهدة مباراة نادي النجف وكربلاء التي انتهت بفوز كربلاء بهدفين نظيفين.